تعال اسمع قدس ابونا بيقول ايه. لليهود خلي بالكم، هنا مش بيتكلم المسيحيين ولا بيتكلم الكنيسة، بيكلم اليهود. بيكلم اليهود يا أحبائي. إيه الدليل على ذلك؟ لما يقول لهم صلوا ليكون هربكم في شتاء. ليه؟ أصلي فلسطين في الشتاء بتبقى تحت الصفر. في الشتاء بتبقى تحت الصفر. أنا فاكر مرة طلعت برحلة لسانت كاترين في شهر 7. عارفين شهر 7 ده عز إيه؟ الصيف. وكنا صايمين وخدنا اللوح المقدس وخدنا العدة وطلعنا على جبل موسى علشان نعمل قداس، وكنا صايمين من الساعة 4 عشان نعمل قداس يخلص الساعة 12. كانت درجة الحرارة 0 وكنا بنرعش وصلينا بالعافية. ده في شهر كام؟ 7. أما لما يجي الشتاء وشهر يناير كام تحت الصفر. عشان كده بيقولوا صلوا لألا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. دي علامة من ضمن العلامات التانية. واخد اللي بالكم؟ السبت نفسه المسيحيين مش السبت بتاعهم، لهم الحد، اليوم المقدس للمسيحيين يوم الأحد، لكن السبت مين اللي بيقدسوه؟ هم اليهود. والذي في اليهودية ما يقدرش يرجع يروح البيت. يبقى إذن هنا بيتكلم على منطقة معينة، على بيت يعقوب، على إسرائيل، على اللي قال عنها أرميا النبي ضيقة يعقوب. ضيقة يعقوب. في هذه الأيام الأخيرة هيقوم مسحاء كذبة. مسحاء مش للمسيحيين، لمين؟ لليهود. فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي، يأتوا لليهود قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. طبعا اليهود الكلام ده مش للمسيحيين، لأن المسيحيين بيؤمنوا بمين؟ بالمسيح، لكن اليهود لا يؤمنوا بالمسيح، ولغاية دلوقتي هم منتظرين مجيء المسيح. جاء بالحق لم يقبلوه، سوف يقبل عمل الضلال. وهيقوموا مسحاء كذب مسيح ورا مسيح ورا مسيح ورا مسيح لغاية ما يتبلوروا في مسيح واحد اسمه النبي الكذاب، ويتحد مع الوحش الروماني. ودول اللي هيدخلوا أورشليم وإسرائيل في ضيقة عظيمة. وهذا الوحش هيسيطر على العالم ويتحد به نبي خارج من إسرائيل، مسيح من المسحاء الكذبة. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. أقف شوية، خلينا في الآية دي ما ننقلش منها. لو رحنا لسفر الرؤيا نلاقي بداية الضيقة العظيمة تبدأ بالختوم السبعة. الختوم السبعة دي مبتدأ الأوجاع. الأبواق دي بداية الأوجاع. الجمات دي الأوجاع نفسها. هنمسك الختوم السبعة. سمعت صوت أحد الحيوانات الأربعة بيقول له هلم وانظر. فرس أبيض، وده اللي هيبدأ بيه المملكة الدجالية. فرس أبيض يعني هيبدأ الحكم الإمبراطور الروماني، هيحل المشكلة الاقتصادية للعالم كله، والعالم كله هيمشي وراه. وخرج غالب ولكي يغلب. وطبعا الناس كلها وخصوصا إسرائيل مش بتدور غير على بطنها على طول كده. فاكرين المسيح لما عمل معجزة ال5 خبزات والسمكتين، تاني يوم راحوا له كفر نحوم وقال له فينك؟ وحشتني. وحشتك؟ طب ما انا معاكم على طول. تضحكوا علي انا؟ الحق اقول لكم انكم اكلتم فشبعتم، لذلك تطلبون. اعملوا للطعام الباقي لا للطعام البائد. خليكم في الطعام الباقي الذي للحياة الابدية.
يبقى دي الصورة. فاللي هيحل لهم المشكلة، اللي يملى لي بطني، أنا هبقى عبد ليه. وهذا الوحش هيسيطر على عالم ويتحد به نبي خارج من إسرائيل، مسيح من المسحاء الكذبة، وتقريبا هيكون من نسل هارون، يعني من نسل كهنوت. عشان كده يقول لك شبه الخروف، يعني شبيه بالمسيح. لكن بعد كده يطلع فرس تاني. فرس ايه؟ احمر. هذه الحروب واخبار حروب، يبدأ بسلام وينتهي بحروب. يبقى كلمة تكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، ده الفرس الأحمر. الفرس الأبيض سلام، الفرس الأحمر أن يقتل بعضهم بعضا. واخد اللي بالكم؟ يعني القتل، دي الحروب وأخبار حروب. بعد كده في فرس اسمه الفرس الأسود. الأسود يعني الجوع. ليه الجوع بيحولوه بيسموه أسود؟ لأن أرميا قال في المراسي: جلودنا اسودت من جرى نيران الجوع. جلودنا اسودت. المجاعة بتعمل عند الإنسان إن الجلد بتاعه يسود، لأن مفيش غذاء. أدي معنى كلمة مجاعات. المجاعات دي بيقول سمنية قمح بدينار، وثلاث ثماني شعير بدينار. عارف يعني ايه سمنية قمح؟ كلت القمح كم كيلو؟ حد فيكم يعرف؟ 10 كيلو، معروفة. كلت القمح 10 كيلو. التمن بتاعها كام؟ كيلو وربع. كيلو وربع في 8 هتلاقيهم بكام؟ ب10. الكيلو وربع القمح لما تطحنه وتشيل منه الردة والنخال وكله هيحصل نص كيلو، يعمل 3 ترغفة، وكانت أجرة العامل دينار. فتصور لما واحد يقبل دينار يجيب له 3 ترغفة، يروح هو وعياله فين؟ ادي معنى سمنية قمح بدينار. يقول لك نروح للشعير أرخص، 3 ثماني شعير بدينار، يعني يا دوب ناكل أنا وعيالي عيش شعير حاف، والعش الشعير ده أكل الفقراء. أكل الفقراء يا حبائي. فهنا لما بيقول وثلاث ثماني شعير بدينار، يعني فقراء. رغيف العيش ده أكل الفقراء يا أحبائي. يجي الفرس رقم كام؟ 4. أخضر، بس هو مش أخضر، مكتوب بيل. وبيل يعني باهت، والباهت ده يعني معناها إيه؟ يعني معناها مرض. الأمراض بقى والأوبئة اللي بتنتشر، وأظن ما فيش أكتر من الأوبئة اللي كانت في أيامنا يا أحبائي. حاجات ما كناش نسمع عنها، بغض النظر عن كورونا، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، جنون البقر، حاجات عجيبة. وتطلع ده من ده ومن ده ومن ده. وجت كورونا اللي قفلت البيبان وكل حاجة، وصلت الدنيا لهذا المنظر يا أحبائي. عشان كده نلاقي بيقول إن قضى على ربع الأرض، يعني ربع الكرة الأرضية في أيامهم هتموت بالجوع. أما الخامس لما قال لهم سيسلمونكم إلى ضيق ويقتلوكم، ده رأيت تحت المذبح أنفس الذين قتلوا. السادس الزلازل. يعني شوفوا ماشيين ازاي. ادي الست ايه؟ ختوم. طب تقول لي والختم السابع؟ الختم السابع ده فيه 7 أبواق، ده موضوع تاني. فاحنا 6 وهندخل بعد كده للأبواق. ولكن هذه مبتدأ الأوجاع. يعملوا ايه في مبتدأ الأوجاع؟ دول اللي تحت المذبح. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم
وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ولغاية دلوقتي هم ابتدوا يتكرهوا من العالم كله. اليهود مكروهين دلوقتي من العالم كله، غالبية العالم بيكرههم. يعني لو أمريكا وأوروبا اتخلت عنهم يبقوا انتهوا بالكامل. أما هم بالنسبة لبعض حينئذ يعثر كثيرون، يسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. دايما اللي بينتمي للنبي الكذاب وللوحش يكره اللي بيحب ربنا. دايما كده اللي بيحب ربنا. يعني تشوف اللي جم للمسيح بيكرهوهم اللي ما جوش للمسيح. ليه بيكرهوهم؟ لأن شايفينهم علامة ضدهم. عشان كده يسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. وده اللي خلى ميخا بيتكلم على الأيام دي ويقول لك خلي بالك حريص من صديقك ولا حتى من الست اللي بتفتح في حضنك، حتى مراتك ما تأملهاش، لأنه كله بيبلغ عن كله. فهتكون أيام وحشة. شعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس. إيه معنى كلمة شعب رئيس آتي؟ مش رئيس شعب. مين الرئيس اللي جاي في آخر الأيام؟ الوحش. جاي من مين؟ من المملكة الرومانية، من أوروبا. قبل ما يجي الوحش أوروبا نفسها، المملكة الرومانية سنة 70 هتخرب الهيكل باللي فيه. ده الشعب. فإذا كان الشعب هيخربها وهيهربوا، لكن الرئيس جاي في الآخر. الوحش جاي، والنبي الكذاب اللي خارج من إسرائيل جاي، والشيطان تلتهم. ده هيحصل إمتى؟ هنبص نلاقي لما نرجع قبل ما يجوا، حصلت في إصحاح 12 من سفر الرؤيا حرب بين ميخائيل وملائكته والتنين وملائكته. والتنين لم يقوى طرحوا للأرض. طب طرحتوا ليه ميخائيل للأرض انت وملائكتك؟ قال لأن المسيح هيقابل كنيسته في الهواء. نصعد في السحب لمقابلة الرب في الهواء. عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. هيقابل عروسه في الهواء، فمش معقول يقابله وإبليس وجنوده موجودين، فكان لازم يخلق منطقة الهواء تخلق. فإبليس نزل الأرض في الوقت ده، نزل عشان يلاقي الوحش والنبي الكذاب يتحد بيهم ويستخدمهم للضيقة العظيمة. ويقول سمعت صوت بيقول ويل 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 للساكنين على الأرض، لأن إبليس نزل وبه غضب عظيم. يعني نازل ينتقم من الكرة الأرضية باللي فيها. الضيقة اسمها ضيقة يعقوب، يعني هتكون متصبة على إسرائيل، بس هتطول إيه؟ العالم كله، مركزها إسرائيل. ويمكن انتوا شايفين دلوقتي المسرح بيعد لذلك. علشان كده إسرائيل بدأت تكون مكروهة من كل شعوب العالم. حتى الشعوب اللي بيأيدوها مش عاجبهم تصرفاتها، لأن أصعب حاجة قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الأبرياء. وهنروح بعيد ليه؟ إسرائيل ما تفرقش معاهم. إذا كان ملك إسرائيل لما اتولد يسوع قتل أطفال بيت لحم الإسرائيليين، فإذا كان قتل أطفال إسرائيليين مش هيقتل أطفال فلسطينيين ولا طبعا هو شعب غليظ الرقبة، وربنا عارف واختارهم، وهيرجعوا يا أحبائي بروح الإبراء. لا وجود لإسرائيل بدون القدس، ولا وجود للقدس بدون الهيكل. هم عايزين يبنوا الهيكل، بس ما حدش هيساعدهم في بناء الهيكل غير الوحش بالاتحاد مع النبي الكذاب. متى نظرتم ركسة الخراب؟
ودي موجودة لما قرناها في آية 27 لما قال شعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاره بغمرة إلى النهاية. في النهاية حرب وخراب قضي بهم. أول ما يجي هيثبت عهدا مع كثيرين، يعني من أول الأسبوع السنين 3 سنين ونص يثبت عهد. ويعمل إيه؟ ويبني لهم الهيكل. الهيكل هيتبني كم مرة؟ 5 مرات. المرة الأولى بناه سليمان وهدوا نبوخذ نصر. المرة الثانية بناه عزرا وزربابل ونحمية، بس كان بيت ايه؟ ضعيف مش قوي، مش زي البيت اللي بناه سليمان. جه هيرودس علشان يملك عليهم، قال لهم لا انا هرجع لكم البيت زي بيت سليمان. فهدوا بناه، عمل عملية بناء وبناه في كم سنة؟ 46 سنة. هيرودس بناه في 46 سنة. ده الهيكل رقم كام؟ 3. بعد كده جه تيتوس الروماني اللي هو شعب رئيس آتي، هدوا وتشتتوا في العالم. أمنية قلبهم إن يبنوا الهيكل، أمنية قلبهم إن يملوا الهيكل. ولو سمعتوا الخطبة اللي ألقاها ليفي أشكول اللي هو بتاع إسرائيل، قال إيه؟ قال سيذكر التاريخ ليفي أشكول كما ذكر يشوع بن نون لما استولوا على الضفة الشرقية. ما هي إسرائيل كانت متقسمة نصين، الفلسطيني نص ودول نص، استولوا على الكل سنة 67. قال الآن امتلكنا هذا المكان، من يستطيع أن يخرجنا منه إلا إذا ألغى وجودنا. وقال الجملة الآتية: لا وجود لإسرائيل بدون القدس، ولا وجود للقدس بدون الهيكل. هم عايزين يبنوا الهيكل، بس ما حدش هيساعدهم في بناء الهيكل رقم 4 غير الوحش بالاتحاد مع النبي الكذاب. فبيقول متى نظرتم، خلوا بالكم نقرأ كلمة كلمة ونترجمها. ركست نمرة 1، خراب نمرة 2، قائمة 3، في المكان المقدس 4، وحط كلمة ايه؟ ليفهم القارئ. نجيبهم من تحت، نجيبهم. يعني ايه يفهم القارئ؟ لأن ربنا في دانيال 12:8 قال ربنا لدانيال: اختم على السفر والفاهمون في آخر الأيام يفهمون. هيبيضوا ويمحصوا وهتتفتح عينيهم. يعني في كتير من اليهود هتتفتح عينيهم ويؤمنوا بالمسيح. دي في آخر الأيام. أدي معنى كلمة ليفهم القارئ. لكن إحنا بالروح القدس عارفين اللي هيحصل. كلمة رجس يعني إيه؟ مش يعني نجس. رجس يعني مرفوض. يعني أنت جبت لي هدية، قلت لك هديتك مش مقبولة، بالنسبة لي هديتك تعتبر إيه؟ رجس. كلمة رجس يعني مرفوضة، يعني ما تلزمنيش. طب ليه سماه رجس؟ لأن ما فيش هيكل من غير ذبيحة، والذبايح بعد ما جت ذبيحة المسيح تعتبر ذبايح كلها إيه؟ ملغية، مرفوضة. مرفوضة يا أحباء. ودي الغلطة اللي وقع فيها بولس الرسول، خطية، لما قالوا له روح الهيكل وهالذبيحة وقدمها، لأنه بيشكوا فيك إنك أنت مش أصلا يهودي. وسمع وراح عمل واتقبض عليه وراح لنيرون واتقطعت رقبته. في ذبيحة يا بولس بعد ذبيحة المسيح يلي نورت الناس كلها وعلمتها. في اتكال يا بولس غير اتكال على المسيح عشان تقول إلى قيصر رفع دعواي. احنا كلنا بشر
وبجيلنا أوقات نغلط فيها كلنا، ومش عيب إن احنا نغلط، لكن العيب إن نتمادى في الخطأ. فهنا كلمة رجس يعني مرفوض. طب وإيه معنى كلمة الخراب؟ وذا بيتكم يترك لكم خرابا. يبقى الهيكل ربنا سماه إيه؟ خراب. يبقى الذبيحة رجس، البيت خراب. قائمة، عارفين يعني ايه قائمة؟ يعني اتبنت. لما تلاقوا الهيكل اتبنى، وبيقول ان النبي الكذاب في تسالونيك الثانية بيقول يأتي ويجلس في هيكل الله، واخدين بالكم؟ مظهرا نفسه كإله إنسان الاسم، ويعمل تمثال للوحش ويخليه يتكلم، يعمل معجزات. متى رأيتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة اتبنت في المكان المقدس؟ ايه هو المكان المقدس؟ أورشليم. رغم كل اللي حصل لكن أورشليم مكان ايه؟ مقدس. ليه مقدس؟ لأن وطأته قدمي يسوع، ومصر وطأتها قدمي يسوع، عشان كده مكان ايه؟ مقدس يا أحبائي، مكان مقدس. والمكان اللي طاقوا قدمي يسوع عمره ما هيوصل لخراب كامل، لكن يوصل لتأديب لكن لخراب لا. متى رأيتم نكسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الكتاب المقدس ليفهم، في المكان المقدس ليفهم القارئ. عشان كده دي هتبقى بداية الضيقة العظيمة أمام الموت. كل حاجة في الإنسان ترخص. حينئذ هتقوم الدول المتحدة مع الدول الإسلامية والعربية، هتقوم على إسرائيل. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. الهروب يهرب ليه؟ لأن دايما الواحد لما يلاقي الخطر جاي طبيعي بيهرب. والهروب مش وحش يا أحبائي، الهروب مش وحش، لأن حتى المسيح يسوع هرب إلى أرض مصر لما هيرودس حب يقتله. عشان كده بيقول لك ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. يبقى الموضوع ده لا يقصد المسيحيين ولا يقصد المسيحية، لكن يقصد إسرائيل. الضيقة جاية على إسرائيل، هتحيط بيها جيوش. الجيوش دي اسمها جوج وماجوج، اللي هم روسيا وتوباليسك وماشك وإيران وتركيا وكل البلاد العربية. بيقول 100,000 يعني 200 مليون. تصور لما جيش يحاوط بأورشليم يكون 200 مليون. دي كماشة الأيام الأخيرة. الذي على السطح لا ينزل ليأخذ من بيته شيء. حد فيكم يسأل يعني ايه الذي على السطح لا ينزل؟ لأن البيوت زمان كانوا بيتعلموا من المصريين الفراعنة. البيت كان بيبقى له سلمين، سلم من الشارع يطلع على السطح، وسلم في الوسط في المنور ينزل للبيت، الاتنين. فبيقول له اللي على السطح أول ما يشوف الخطر ينزل من السلم اللي بره ويسيب كل ما يملك، يسيب كل ما يملك. أنا فاكر أيام الزلزال اللي حصل هنا في مصر الشديد ده، واحد في البيت اللي كان قصاد مرجرجس لما نجي من وسط اللي حصل جابوا له الذهب والممتلكات بتاعته رماهم من الشباك، قال مش عايزهم. لأن أمام الموت كل حاجة في الإنسان ترخص. فاكرين بولس وهم لما كانوا في السفينة وبدأت السفينة تغرق، خلوا كل الحمولة رموها في البحر. ليه؟ لأن ماذا ينتفع الإنسان فداء عن نفسه؟ ما ينفعش. أدي الذي على السطح لا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. طب انزل تحت، ده يمكن يطربقوا للبيت على اللي فيه، ده أنا يا فكيك. ينزل من السلم اللي على الشارع. طب والحتة دي موجودة فين؟ فاكرين المفلوج؟
لما خدوه وطلعوا على السطح. طب طلعوا منين؟ ده البيت مليان من جوه لغاية الباب، من السلم بتاع السطح. طلعوا من السلم وطلعوا فوق وطلعوه. يبقى إذن هنا يا أحبائي، يبقى ده بيتكلم على المدنيين سكان البيوت. طب والفلاحين؟ الذي في الحقل ما يرجعش وراءه ليأخذ ثيابه. لما الواحد لما يجي يهرب يقول طب اروح اجيب جلابيه حلوه ولا لبس من اللبس الحلو ده، انا لابس لبس الشغل. يا عم بلبس الشغل اهرب، اطلع حتى بالحاجه اللي عليك لو مهلهله لو مقطعه. وويل للحبالة والمرضعات. ليه بيقول ويل للحبالة؟ لأن لما بيجوا يجروا الناس بيجروا ويقعوا على بعض ويوقعوا في بعض، فدايما الحبالة لو وقعوا يحصل لهم زي إجهاض ومش مطلوب منهم يمشوا بمنتهى السرعة. والمرضعات مع الأطفال، هتسيب طفلها ولا تاخد طفلها ولا هتروح فين ولا هتروح بيه فين؟ بيقول وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. ليه ما يكونش الهرب في الشتاء؟ لأن الشتاء في إسرائيل درجة الحرارة تحت الصفر، هيتجمدوا من غير ضرب من غير أي حاجة. ولا في سبت. طب وش معنى السبت؟ أصل في ناس في اليهود متعصبين. أحد الأصدقاء قال لي رحت القدس وركبنا عربية وكنا ماشيين، وبعدين واحد بقول له طب ما ندخل من الشارع ده أقرب. قال لا، ده الشارع ده بتاع اليهود، هيكسروا لي العربية النهاردة السبت، فهيكسروا. لأن في حاجة اسمها سفر سبت. يعني ايه سفر سبت؟ يعني ما يمشيش أكتر من 2 كيلو، ولو مشي أكتر من 2 كيلو اليهود نفسهم هيقتلوه، لأنه كسر السبت، واللي يكسر السبت يموت، يترجم. يبقى الكلام موجه لمين؟ لليهود، رغم انه هيطول العالم كله. هم لما يدخلوا في ضيقة يرجعوا لربنا، دي طبيعتهم. اول ما يلاقوها قفلت من كل حتة يرجعوا بالكامل لله، لانه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن يكون. ضيق عظيم. الضيق ده علشان يرجعهم ويتوبهم. هيتوبوا بإيه؟ يتوبوا زي ما بيقول كده في أشعياء 2: إذا غسل السيد قذر بنات صهيون. قذر بنات صهيون، خطاياهم يغسلها ربنا بحاجتين: بروح القضاء وبروح الإحراق. احنا ربنا بيغسل خطايانا بإيه؟ بدم المسيح. يسوع المسيح يطهر من كل خطية. لكن هم لا قابلين المسيح ورافضين المسيح، يبقى أصبح بروح القضاء. القضاء يعني التأديب، والإحراق النار الحارقة اللي نازلة عليهم. وهم لما يدخلوا في ضيقة يرجعوا لربنا، دي طبيعتهم. أول ما يلاقوها قفلت من كل حتة يرجعوا بالكامل لله. وده اللي حصل معاهم مع يوسف. لما يوسف عمل لهم اختبارات وقال لهم انتوا جواسيس وحبسهم، ويوسف عارف الضعفة بتاعتهم. بيكرهوا مين؟ يكرهوا أولاد رحيل. ليه؟ لأن رحيل دي المحبوبة، ليه غير مرغوب فيها، والتانيين خدامين، فكانوا كلهم حاقدين. خلصوا من يوسف، أيوة خلصوا زي ما خلصوا من المسيح، بس فاضل مين؟ بنيامين يعني ابن اليمين اللي هيجي. حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، هتروه من الآن جالس عن يمين العظمة، ده ابن اليمين. فيوسف حب يبين لهم هل كراهيتهم ليه ما زالت موجودة؟ يختبرها في مين؟ في أخوهم. يقول لهم هاتوا لي بنيامين،
هاتوا أخوكم. لما جابوا أخوهم راح حط الكاس في العدل بتاع بنيامين. ليه؟ علشان لما يفتحوا ويلاقوا بنيامين، العدل بتاع بنيامين، يعرف على طول في الحال ان ده اخو يوسف الوحش. خدوا عبد عندك، هو احنا ناقصين؟ خلينا نخلص من رحيل واولادها. بس قبليها عمل لهم عزومه وحط لهم اكل، وحط البنيامين 5 نوايب قد كل واحد منهم 5 مرات، وهو قاعد من بعيد يعمل ايه؟ يبص عليهم عشان يشوفهم. لما يبص يلاقوا بنيامين اتحط له 5 نوايب، يعني انا اتحط لي كيلو لحمه والتاني كيلو لحمه، وبنيامين اتحط له 5 كيلو لحمه. اقول شوف ابن احنا اولاد البطه السوداء، احنا وقعنا من القعر القفه. ده ابن المحظوظه ده. هم دايما كده يكسبوا ابدا، ولا واحد منهم بص على بنيامين. نجح الاختبار الاول، حب يحط الاختبار الثاني. لما جم كلهم حب يختبرهم، قال لهم كلكم تتفضلوا تروحوا لابوكم، بس اللي اتوجد منه الطاس هو ده اللي يفضل عبد عندي. اتقدم يهوذا قال له لا يا سيد، ابويا انا ضمنته، خدني انا عبد بداله وخلي الولد يرجع لابويا. انا ما اقدرش اشوف ابويا وهو بينزل بحزن الى الهاويه. فالضيقه وروح الاحراق خلت يوسف يفهم انه حبوه. هم هيبصوا ليسوع لما يلاقوا تقفلت عليهم من كل النواحي واسرائيل هتتمسح باستيكه، يقولوا بس زي ما قالوا اخوات يوسف اللي قالها لهم مين؟ راؤوبين. الآن يطلب منكم الله دم يوسف أخوكم اللي استرحمكم وما رضيتوش تسامحوه. لسه فاكر يوسف يا راؤوبين؟ 15 سنة افتكرته؟ لسه 2000 سنة وافتكرت يسوع؟ يبكوا عليك كما تبكي أم على وحيدها. كل اللي يعمل انقسام لبيت الله اسمه يتشطب من سفر الحياة، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولم يكون. طب إيه السبب ده؟ الله يقصر الأيام. أيوة، لو لم يقصر تلك الأيام لا يخلص جسد، مش أحد، جسد. وكلمة جسد يعني خلاص مادي منظور. ولكن لأجل المختارين. مين المختارين؟ مش احنا، اختارين من إسرائيل. قال له اوعى تعمل حاجة واوعى تبدأ الضيقة العظيمة بعد أن نختم عبيد إلهنا. وكانوا عدد المختومين 144,000 من كل سبط 12,000. وابتدى يقول طبعا ده حاجة أمر رمزي، سفر الرؤيا رمزي، مش 144,000 يعني 144,000 دي ملايين، بس بيورينا الرقم التعويضي الكامل. وابتدى يحط الأسماء، ولو قريت الاسماء تلاقي فيه اسمين اتشالوا، إفرايم ودان. طب بقوا 10. قال لا، ما احنا هنحط منسى ونحط مين؟ ونحط بدل إفرايم منسى موجود، ونحط بدل إفرايم مين؟ يوسف. فتحط يوسف بدل إفرايم. طب اتشال إفرايم وتحط يوسف. طب ليه إفرايم؟ قال لك لأن إفرايم هو اللي قسم إسرائيل لدولتين. كل اللي يعمل انقسام لبيت الله اسمه يتشطب من سفر الحياة. طب ودان؟ لأن ده اللي هيجي منه الأنتي كرايست. دان يدين شعبه. حي على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. وكلمة دان يتمسح يعني كل اللي آمنوا بالوحش وبالنبي الكذاب اللي خدوا السمة على جباههم. هتطلع في الضيقة العظيمة إن المسيح وصل، بس وصل في الأرض. لا، المسيح يا حبيبي مش جاي من الأرض، هيجي من السماء. في المرة الأولى اتولد في الأرض وانتوا ما عبرتهوش. اتولد في الأرض، والشيوخ قالوا يولد في بيت لحم،
ولا واحد فيكم كلف نفسه وراح، لكن هيدوروا عليه في الأرض. إن كان لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. ده مش لينا، لأن احنا مؤمنين بالمسيح، هم مش مؤمنين بيه. هم منتظرين لغاية النهاردة المسيح اللي هيجي يخلصهم من الأمم ومن العالم كله، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وهيطلع فيهم أنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. كل الأنبياء هيتبلوروا في نبي واحد اسمه النبي الكذاب اللي هيدعي إنه هو المسيح. والوحش اللي هيسود العالم كله الوحش الروماني، ويتحدوا مع بعض ويكون تالتهم الشيطان، ويعملوا آيات عظيمة وعجائب. ايه العجائب بقى؟ حتى قبلها ايه؟ حتى يضلوا ولو امكن المختارين ايضا. في كتير احنا عندنا في الكنيسة بكل بساطة نقول لك هيبنوا الهيكل وهيقدموا الذبيحة، ومش هتنزل نار من السماء تاكل الذبيحة، فهيؤمنوا بالمسيح. مين اللي علمنا الفكر ده؟ الشيطان، عشان يضل ولو امكن المختارين. امال ايه؟ هيقدموا الذبيحة والنار هتنزل تاكل الذبيحة. لما تقرأ في سفر الرؤيا عن الوحش الخارج من الأرض يقول لك يعمل عجائب حتى أنه يجعل نار تنزل من السماء أمام الجميع. نزل على إيه؟ نزل على الذبيحة. فلما تنزل النار يقول بس ما في، يبقى المسيح بتاعنا ده غلط. يضل ولو أمكن المختارين. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. بيورينا إن قالوا لكم ها هو في البرية ما تطلعوش، ها هو في المخادع ما تصدقوش. امال هيجي ازاي؟ ده جاي من فوق مش من تحت. لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب، هكذا يكون مجيء ابن الانسان. وبعدين راح حط نقطة اخيرة: حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. ما هي الجثة؟ إسرائيل. حسقيال 37 لما مر على العظام اليابسة وقال لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، ادخل فيكم روحا وأضع عليكم لحم وعصب وجلد. ويقول لك وقاموا وصاروا شعبا عظيما بدون روح، يعني بدون إيمان. هم دولة؟ بقى دولة، والعالم كله اعترف بيها. العالم كله اعترف بيها، ما نقدرش ننكر، لكن بدون ايمان. ودي مدام ما فيهاش روح تعتبر ايه؟ جثة. ومدام جثة اللي بنوه بدراع البشر هيتهد بدراع البشر، لان هناك جثة تجتمع مين؟ النسور اللي هيحيطوا بيهم. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. يسوع ليه 3 علامات. العلامة الأولى اسمها علامة الضعف، والعلامة الثانية اسمها علامة الخلاص، والعلامة الثالثة اسمها علامة المجد. العلامة الأولى علامة الضعف، ودي اللي قالها الملاك لما ظهر للرعاة. قال لهم في لوقا 2:12 قال لهم وهذه علامة لكم، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في المزود. ايه ده قبلها بيقول قد ولد لكم ايه؟ مخلص. اللي هيخلصنا ده مقمط. والقماط ده أول من اخترعوه الفراعنة المصريين كانوا حكمة جدا. فالعروسة الجديدة المتجوزة لما تخلف ولد تخاف تشيل الولد، سلسلة ظهر الولد أو البنت رقيقة جدا، يعني لو
اتمال منها يمين ولا شمال ممكن سلسلة الظهر تعمل ايه؟ تتكسر ويحصل له شلل، مش يموت، يحصل له شلل طول العمر. فكانوا بيجيبوا حتة قماش يسموها قماط ويبتدوا يلفوها حوالين وسط ايه؟ الطفل، عشان الطفل لو مال منها يمين ولا مال منها شمال وسطه يبقى ايه؟ ممسوك. فبيقول هذه علامة تجدون طفلا مقمطا، يعني مسنود بقماط. طب الطفل اللي مسنود بقماط ده هيخلصنا؟ ايوه جاي يخلصنا بالضعف، لان بالضعف اثبت ما هو اقوى من القوة. ومش مقمط بس، مضجعا على التبن في المزود، يعني نايم على التبن في المزود. وعلشان كده احبائي نلاحظ ايه؟ نلاحظ دي العلامة الاولى اسمها علامة الضعف. العلامة الثانية اسمها علامة الخلاص بقى، الصليب والرفض. الصليب والرفض، ودي قالها مين؟ قالها سمعان الشيخ: وضع لعلامة تقاوم. يعني علامة اللي هتقاوم دي علامة الصليب. العلامة الثالثة هي علامة المجد. العلامة الثالثة هي علامة المجد. والعجيبة علامة الخلاص وعلامة المجد موجودين في أشعية 52. يعني لو احنا طلعنا 52 14 و15 تلاقي 14 بيتكلم عن علامة الصلب الرفض، واللي بعديها علامة المجد، وتلاقي الاتنين موجودين. علامة الخلاص لا يقبلها إلا المخلصين، لأن كلمة الصليب الصليب عند اليهود عسرة، وعند اليونانيين جهالة. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله يا أحبائي. يعني عسرة وجهالة. جهالة ليه؟ لأن واحد يموت من أجل واحد على خشبة صليب، ده حاجة ما يتقبلهاش المخ، الفلسفة ما تقبلهاش. من صدق خبرنا؟ مين صدق خبرنا؟ فلما نيجي للآية 14 يورينا العلامة بتاعتها، يقول لك: كما اندهش منك كثيرون. ده علامة الخلاص. منظره كذا، مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. تعالوا شوفوا المخلص: البصاق على وجهه، السياط على ظهره، إكليل الشوك على راسه، العري في جسمه، الآلام الرهيبة اللي فيه، إكليل الشوك اللي على راسه، المسامير اللي في إيديه على الصليب، المسامير اللي في رجليه. وانتوا ما تعرفوش عملية الصلب كانوا بيعملوها ازاي. اليهود كانوا بيجيبوا الصليب والخروم موجودة فيه، يمسكوا الإيد ويشدوها ويدقوا المسمار على الخرم، ويمسكوا الإيد التانية ويفضلوا يشدوها لغاية ما يوصلوها للخرم التاني. حتى في النبوة بتقول: انفصلت عظامي. يعني لما واحد فينا كتفه بيتخلع بيبقى مش طايق الهدوم عليه، شوف الآلام. وبعد كده يسحبوه لتحت عشان المسامير بتحت الرجلين. يعني حاجة صعبة جدا، لدرجة في مزمور 22 يقول: صرخت من ايه؟ من زفيري. النفس مش كل ما تنفس يتقطع جسدي، كل ما تنفس أبلع عظامي. اتألمت كتير. عشان كده يقول لك: اندهش منك كثيرون. اندهشوا ازاي؟ الله خلص كثيرين، أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. ليه؟ كان كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. الله اللي قال: هذا هو ابن الحبيب، تركوا للآلام الكفارية. ودي نشوفها لما قالها بزكريا: استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي. حبايبه اللي هيكرز بيهم، واحد باعه والتاني أنكره والباقيين اتخلوا عنه. الشعب الإسرائيلي اللي عمل معاهم كل المعجزات صرخوا بصوت واحد: اصلبوا. كان فاضل ايه تاني؟ هكذا
15 بقى علامة المجد اللي شايفينه مفسد دلوقتي، اللي رفضتوه دلوقتي، لما يجي ينضح أمما كثيرين ومن أجله يسد ملوك أفواههم. يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا لكي لا نرى وجه الجالس على العرش. يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به. من صدق خبرنا وما لم يسمعوا فهموه، بس بعد فوات الأوان. فنلاحظ يا أحبائي في نفس الآية بيتكلم بعد ضيق تلك الأيام هتظلم الشمس اللي هي الأمور اللي في الطبيعة، والقمر لا يعطي ضوء، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. رسالة لينا كلنا. يا ناس كتير بيطعنوا المسيح من أجل حل مشكلة، من أجل جوازة، من أجل فلوس، من أجل أمور كتيرة، أمور كتيرة أحبائي. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. إيه القبائل اللي هتنوح؟ لما نيجي نسأل دي موجودة في زكريا. الأرض لا يقصد بيها العالم، يقصد بيها أرض إسرائيل. لما هيدخلوا في الضيقة ويتضيق عليهم وتظهر علامته ويؤمنوا بيه ينوحوا. ولما يجي يتكلم في زكريا 12 يا ريت نطلعها ونشوف ازاي قبائل الارض تنوح، ازاي الروح القدس سطرها. بني اسرائيل اشعياء قال عنهم هل تولد امه في يوم واحد؟ تعال شوفوا هتولد ازاي. لما يجوا الاعداء ويحوطوا بيهم 200 مليون اللي بيطلقوا عليهم جوج وماجوج، اللي هو الشمال، اللي هي روسيا وأتباعها، روسيا وأتباعها، فييجوا علشان يمسحوا إسرائيل بأستيكة. وإسرائيل بصراحة كرهت الناس كلها فيها، كرهت الناس كلها فيها. كل همهم الأرض، وما يعرفوش إن هم الأرض دي مش هيقعدوا فيها، لأن رأيت سماء جديدة اللي هي الكنيسة وأرض جديدة اللي هي إسرائيل. لكن الأرض اللي بيتخانقوا عنها وأورشليم اللي بيتخانقوا عنها هتروح، كله هيروح. تنوح الأرض عشائر عشائر. خلي بالكم كلمة على حدتها يعني كل سبط لوحده ينوح. بص الروح القدس يخطط لنا ليه. عشيرة بيت داود أول ناس هيبكوا بيت داود اللي منهم المسيح ورفضوه، اللي هم خاصته. جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. عشيرة بيت داود على حدتها ونسائهم على حدتهن. ليه قال كده؟ لأن دايما الرجالة ما بيبكوش. اللي يبكوا مين؟ الستات. لا، ده بيقول لك الستات هيبكوا والرجالة هيبكوا. دول هيبكوا لوحدهم ودول هيبكوا لوحدهم. وبعدين قال لك عشيرة بيت نسان. اشمعنى نسان؟ أصل نسان كان المرشد الروحي بتاع داود، نسان النبي. يعني هنا لما يجي يقول لنا داود ويقول لنا نسان، يعني لا اللي بيرشد قبل المسيح ولا اللي بيترشد قبل المسيح. يعني لا الروحيين في إسرائيل قبلوه ولا الجزدانيين في إسرائيل، كلهم البرقع على عينيهم. ولغاية النهاردة البرقع لسه ما اترفعش. انتوا عارفين داود لما زنى وقتل مين اللي وبخه؟ نسان. فنسان ده يعتبر مرشد روحي. فإذا كان المرشد الروحي اللي وبخ داود لم يوبخ كل عيلته ورفضوا المسيح. عشيرة شمعي اللي هو شمعون. وش معنى شمعون؟ أصل شمعون ده كان صاحب فكرة قتل يوسف، هو صاحب الفكرة قتل يوسف. وبعد كده حتى في النبوة قال عنهم شمعون ولاوي في تكوين 49 آلات ظلم سيوفهما.
في غضبهما قتل إنسان، وفي رضاهما عرقب ثور اللي هو يهوذا، في مجمعهما لا تدخل نفسي. ياه. وفي مجلسهما لا تتحد كرامتي. لخلاصك انتظرت يا رب. كانت قوة عظيمة يا أحبائي. فهنا لما بنشوف عشيرة شمعي، يعني الوحشين في إسرائيل الشرسين اللي جه منهم المسيح بالوعد، اللي مرشدين لإسرائيل، بالاختصار يقصد كل إسرائيل. لكن قالها بعد كده في آية 14: كل العشائر الباقية، باقي الأسباط، عشيرة عشيرة على حدتها ونساءهم على حدتهما. يعني شعب إسرائيل هيبقوا يصرخوا ليه زي ما بكوا إخوة يوسف. فيوسف تحنن عليهم وقال لهم أنا يوسف أخوكم. نرجع للكتاب المقدس بتاعنا. تسنوح جميع قبائل الأرض يبصرون ابن الإنسان آتيا على السحاب. دي العلامة، جاي على السحاب، سحاب السماء، بقوة ومجد كثير. مين هو السحاب؟ القديسين. جاي وجايب معاه القديسين. الرب قد جاء في ربوات قديسي رسالة يهوذا نبوة أخنوخ ليصنع نقمة على الأرض. مش جاي يعمل خلاص، الخلاص عمله هم رفضوه. جاي يصنع نقمة على العالم كله بقى. جاي على السحاب. وفي فرق بين السحاب والغمام، في فرق بين الاتنين. عشان كده جاي مع القديسين، لكن الغمام ده اللي هو الشر اللي هيدوس عليه. جاي مع القديسين بقوة ومجد عظيم. الشمس بتطلع من المشرق للمغرب، بس مين اللي بيشوفها؟ نص الكرة الأرضية، صح ولا لا؟ يعني لما بتغيب الشمس من عندنا بيشوفوها النص التاني، ولما بتطلع الشمس عندنا بيفتقدوها النصف التاني. لكن ده لما يظهر مفيش نص ونص، الكرة الأرضية كلها سيأتي على السحاب وتنظر كل عين والذين طعنوه. حلوة. ده اللي طعنك واحد، قال لا، اللي طعنوني ملايين، اللي طعنوني ملايين. الواحد اللي طعني ده الطعنة اللي ربنا كان موافق عليها، وانا قلت يا ابتاه ايه؟ اغفر ليهم. عشان كده ربنا لما قال لموسى اضرب الصخرة، ضرب الصخرة طلعت مية ادتهم حياة. لكن في اخر الرحلة قال له كلم الصخرة مش اضربها، لان اللي هيضرب الصخرة مرة تانية مش هيدخل ارض الميعاد، مش هيدخل السماء، مش هيدخل ارض الميعاد، مش هيدخل السماء ابدا يا احبائي. قال له كلم الصخرة موسى من غير ما يدرى، قال يا مرد، وراح ضارب الصخرة مرة تاني. قال له بما انك عملت كده مش هتدخل ارض الميعاد. بس ده ما كانش يقصد بيه موسى، لكن يقصد بيه رسالة لينا كلنا. يا ناس كتير بيطعنوا المسيح من اجل حل مشكلة، من اجل جوازة، من اجل فلوس، من اجل امور كتيرة، امور كتيرة احبائي. انا فاكر مرة صدقوني وانا شماس مكرس ودعوني في نهضة تبع بني سويف، ورحت هناك. كنت في بداية حياتي في الوعظ وكله، وكنت فرحان اللي حاضرين كتار. وقفت اوعظ، واحد راجل قاعد يسمع العظة ودموعه ما اتشالتش من على خده. وانا قلت يا سلام، شفت الوعظ بتاعي مؤثر ازاي. كنت حاسس ان الوعظ بتاعي مؤثر. انبسطت انه شجعني. بعد ما خلصت العظة ونزلت رحت ماشي عليه على طول، سلمت عليه قلت له ازيك؟ الله اللي يسلمك. قلت له انت بتيجي هنا على طول؟ قال لي اه باجي. قلت له ايه رأيك في العظة؟ قال لي ما سمعتهاش. ما سمعتش العظة بتاعتي، بس انا كنت شايفك انك انت بتبكي. قال انا كنت ببكي لاني بعد رهبنة 45 سنة
عجبتني واحدة عشان خاطر عيونها الخضرة، سبت الرهبنة واتجوزتها، وبعد ما اتجوزتها بسنة فقدت البصر، وانا حزين ومتألم جدا على نفسي. دول اللي بيطعنوا. اوعى في يوم من الايام ضيقة تخليك تسيب ربك تبيع مسيحك. كلم الصخرة، قول له مش قادر، قول له المشكلة فوق طاقتي، قول له يا رب مش انت قلت بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء؟ انا بطالبك باللي انت قلته، انا عايزك انت اللي ما اقدرش عليه تقدر عليه انت. كلم الصخرة لكن لا تضرب الصخرة. طب هل موسى لما ضرب الصخرة ما دخلش ارض المعاد الارضية؟ بس ربنا عشان يطمنا ان موسى دخل السماء، ده كان مثل لينا في معجزة التجلي. ظهر موسى وإيليا على الجبل مع يسوع. لكن بالنسبة لينا اوعى تطعنوا. يرسل ملائكته ببوق عظيم. اليهود اتشتتوا في العالم ومحدش يعرف هم مين. اليهود كتار بس تاهوا في وسط الناس، بس بالنسبة لربنا ما يتهوش. هيبعت الملائكة يجيبهم، يجيب اللي هم في مصر ويجيب اللي هم في أشور ويجيب اللي هم في أمريكا ويجيب اللي هم في آخر العالم، يجمعهم. يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، يجمعون مختاريه من الأربعة رياح في كل المسكونة، من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، من أقصاء السماوات إلى أقصاها. يعني هيجمعوها، يجمعوهم مش هيشوفوا نشوف الدي ان بيقولوا ايه، دي ان ايه اللي هي بتعرف، لا ده هو عرفهم واحد واحد ويقدر يجمعهم. وبعدين قال لك علشان يتم ده اديكم علامة من شجرة التين تعلموا المثل. ايه هي شجرة التين؟ اسرائيل. اسرائيل شجرة التين. ومتى صار غصنها رخصا بقت قوية، محدش قادر يقف ضدها دلوقتي ولا يصدها، لا يصد ولا يرد، وطاغية في كل مكان، لا هممها متحدة ولا غير متحدة، والدول الغربية سنداها. واحد بيسألني بيقول لي بس بيقتلوا الأطفال والنساء. قلت له طب وإيه الجديد؟ ده ملك إسرائيل لما عرف ان يسوع اتولد قتل اطفال بيت لحم اللي هم اسرائيليين. فاذا كان بيقتل اطفال بلده مش يقتل اطفال اعدائه؟ ما دي الطبيعه، شعب غليظ الرقبه قاسي. متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقها، لكن الثمر لسه. اوراقها يعني اثبتت وجودها. اعلموا ان الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله، يلي بتسمعوني الآن مش لليهود، اعلموا إنه قريب على الأبواب. نكمل. اعلموا إن قريب على الأبواب. الجيل اللي هيحصل فيه ده كله لا ينتهي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يبقى إذن هنا احنا عرفنا ان اسرائيل اثبتت وجودها لكن ما عندهاش ثمر لله ولا للمسيح، يعني غير مؤمنة بيه. علشان كده هتيجي الدكة العظيمة ليهم، وهتيجي قريب خالص خالص، لا يمضي الجيل، يعني 100 سنة بتاعتنا قبل ما تنتهي هيكون هذا كله حصل. وده مظبوط بالنسبة لينا احنا، علشان احنا اذا كانوا هم والعالم بيعد نفسه للهلاك والضياع، احنا